وقع صدمة جديدة وصدفة بحتة كشفت عن كارثة وفضيحة أخلاقية في مدرسة الواحة بالمقطم. أم اتفاجئت بابنها اللي لسه عنده 4 سنين وفي KG1 في المدرسة بيعمل مع أخته الرضيعة اللي لسه عندها 6 شهور حاجة عيب وبيلمسها من أماكن حساسة، وهو معتقد إنه بيهزر معاها وبيلعبها. الأم اتصدمت وقالت له أنت بتعمل كده ليه مع أختك وده عيب؟ الولد بكل براءة قال لها لا مش عيب، ما هو المستر بيعمل معايا كده. وعمه الحارس كمان، عمه بيزغزغ كوكي كده، ولما عدنا السؤال تاني وقتها خاف وطلع يجري، وقعدنا نلعب معاه عشان يرضى يتكلم. الأم مسؤولة مبيعات عندها 27 سنة وعلى طول بلغت الشرطة وعملت محضر، والنيابة استمعت لأقوالها. اكتشفوا إن كمان في ضحيتين تانيين ولد وبنت، والمتهمين هم حارس أمن ومعلم. تم إلقاء القبض على حارس الأمن لكن المعلم هرب وفي أمر بضبطه وإحضاره. الأم قالت إن اللي حصل إن ابني كان بيهزر مع أخته الصغيرة اللي عندها 6 شهور، ولما قلت له عيب قال لي لا عادي، ما هو عمه بيعمل معايا كده. ولما قعدنا نلعب معاه عشان يتكلم قال لنا عمه في المدرسة بياخدني في مكان وبيقول لي تعالى ورايا وبيزغزغني قدامه ورا. الأم قالت كمان إن طفلها كشف عن تعرضه للترهيب الجسدي، وقالت سألناه طب أنت بتروح معاه ليه؟ قال عشان بيضربني بالبوكس في ظهري وبيضربني بالقلم على وشي، وقال لنا لو قلت لحد هضرب بابا وماما ومش هتشوفهم تاني. التحقيقات كشفت إن الطفل اتعرف على المتهم فرد أمن داخل حديقة بالمدرسة، وانتابته حالة من الرعب الشديد بمجرد رؤيته، واستخبى جوه بيت في الجاردن ومش عاوز يخرج. جهات التحقيق كمان شغالة على القضية بكل جدية، وجهات الأمن بتبحث عن مكان اختباء المعلم، لكن مش عارفين هو داخل مصر ولا هرب في الخارج.